السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وجيه خوجة من قناة وجيه خوجة. لو انت معايا اول مرة تشرفني في القناة، يا ريت تعمل دعم لينا بان انك تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد في مجال الزراعة السمكي والزراعات المائية في العموم. وان شاء الله المعلومات هتفيدك جدا في مشاريعك او في معلوماتك العامة عن الزراعة او الاستزراع السمكي. احنا معانا النهاردة فيديو لمزرعة موجودة في احدى الدول العربية. هنراعي هنا في الفيديو ده ان احنا نتكلم ازاي تصمم مزرعة صح، لان احنا لنا هنا تعليق بس على تصميم المزارع هنا في الدولة دي او في الدول العربية عموما، دول الخليج خاصة يعني. ان الفلوس الحمد لله متوفرة وامكانيات متوفرة، لكن التصميم بياخد جزء كبير جدا من القيمة المالية اللي مخصصة للمزرعة او للمشروع، وبالتالي ده بينعكس سلبا على حاجات كتير فنية وحاجات كتير اقتصادية. هنتكلم هنا في كميات الحديد الضخمة المستخدمة في المزرعة ديت بشكل مبالغ فيه، مش محتاجة كل كميات الحديد دي كلها. وكمان التصميم بتاعها اللي هو لا يتناسب مع الجو العام بتاع الصحراء. زي ما احنا شايفين هنا الحديد ده او الهانجر اللي موجود ده بيغنينا عنه ان احنا نعمل جرين هاوسز، اللي هي الصوب بتستخدم كميات حديد اقل، وفي نفس الوقت بتخدم في الحجم بتاعها وفي الشكل بتاعها الاجواء الصحراويه. اول حاجه عندنا هنا، ليه كل الكميات الاسمنت المسلحه المستخدمه ليه ما بنبنيش بالمباني وبننزلها وبنعمل ارضيات خرسانه بس؟ وليه بنبني فوق الارض؟ ما ينفعش ان انا يعني طالما انا عندي امكانيه ان انا احفر وابني تحت مستوى الارض، ده افضل لي. نمره اتنين، لو نيجي نبص هنا على صرف مواسير يا جماعه، ما ينفعش حكايه المواسير ديت او البايبات دي من حوض للتاني للتالت للرابع. ده غلط في الصرف. ده بيخلي ان اول حوض هناك ناحية الصرف على طول مباشرة بيكون معدل الصرف فيه يعتبر 100%، اللي بعده بيبقى 90، اللي بعده بيبقى 80، واللي بعده بيبقى 70، وهكذا لحد ما نيجي في الاخر خالص نلاقي ان الاحواض الاخيرة كميات الصرف بتاعتها ضعيفة جدا، ما ينفعش. وكمان معدلات التصريف بتاخد وقت كبير قوي عبال ما اصرف، وده غلط. ولو حصل اي ضغط هواء في قلب المواسير دي وقف لي الصرف بتاعي. ثانيا، ما ينفعش ان يبقى على العمق الكبير ده كله مواسير. فين المحابس يا جماعه اللي موجوده؟ مفيش اي محبس هنا يتحكم في عمليات الصرف. كمان زي ما احنا شايفين كده مواسير الري اللي هي البيضه اللي فوق دي، فين المحابس بتاعتها؟ ما ينفعش كده ابدا يعني. انا ازاي اتحكم في عمليات الري والصرف؟ غير كده زي ما احنا شايفين الماسوره تحت الحوض ده مبني على وش الارض، والماسوره تحت منه كميات ضخمه. الحوض ده 20 متر في قطره، بياخد فوق ال 350 متر مكعب ميه، يعني 350 طن فوقيه الماسوره. لو حصل اي مشكله وكسر وضغط على الماسوره دي كسرت، انا وقفت حالي وبوظت الدنيا كلها. ما ينفعش كده يا جماعه خالص. بتبقى الماسوره طالعه من الحوض ورايحه في قناه صرف. خدوا بالكم من النقطه دي عشان دايما انتوا تقعوا فيها. ثانيا، هنا ايه المسافه ديت اللي بين الحوض والتاني؟ مسافه ضيقه جدا، دي لا تسمح بالسيرفس بتاعي ان انا اخدم الاحواض دي بطريقه مظبوطه. وغير كده وكده، انا عامل ليه البوتومين اللي هو الاسود ده او القار دوت كده بالمنظر ده؟ انا كده بحبس الميه اللي طالعه من الاحواض اللي جوه لما تيجي تعمل ترشيح. انا هعزلها من بره علشان ما تخشش ناحيه الرمل مثلا. طب ما انا كده حبستها في قلب خرسانه، ده ما ينفعش يا جماعه. العزل بيبقى من جوه، بتبقى مواد عازله من جوه مش من بره بالمنظر ده. بص يعني هو كده كل القصة دي كده بالشكل ده. لا، تصميم غير جيد. ثانيا، فين الميل بتاع الصرف اللي بيوصل للسنتر بتاع الحوض عندي؟ انا شايف هنا يكاد يكون مفيش ميل. الميل لازم يكون هنا في حوض زي كده لا يقل عن 20 25 سنتي، علشان اقدر اجمع المخلفات دي اول باول واصرفها. يبقى احنا في بعض الحاجات في التصميم في فلوس كتير الحمد لله وربنا موفرها وكل حاجة، لكن ما ينفعش بالمنظر ده خالص يعني. فلو سمحتوا، مش معنى ان انا متوفر عندي ميزانيات كبيرة ان انا اضيع معظمها في تصميم لا يلائم ولا يناسب البيئة اللي موجودة ولا يناسب حتى المجال بتاعي او المشروع بتاعي. وكمان اللي يصممه وينفذ
خطواته، يعني بغض النظر عن التنفيذ ممكن اي حد ينفذه، لكن اللي يصممه يا جماعه لازم يكون راجل متخصص في المجال ده، ويكون فاهم كويس جدا يعني ايه استزراع سمكي مكثف بانظمته كلها، ويعني ايه تصميم هندسي، علشان اقدر ان انا اقلل تكلفه ممكن من الناحيه الماديه، وبراعي فيه كل النواحي الفنيه اللي تسمح لي ان المشروع بتاعي ينجح، ما يبقاش بالشكل اللي احنا شايفينه، صرفه تحت بعيد خالص عن سطح الارض. لان زي ما احنا شايفين كده هو اوطى من الاحواض بحوالي متر، وكمان هيردم زي ما انا شايف كده غالبا انه هيردم كمان نص ال الارتفاع بتاع الحوض ده، يعني كمان متر، لان هو ارتفاعه تقريبا حوالي متر وخمسين، متر وستين سنتي. فتقريبا كده الصرف ده تحت سطح الارض باتنين متر، ومفيش اي محابس فيه. طب يا جماعه ده ينفع؟ افرض لا قدر الله اي مشكله حصلت في المواسير مهما كانت هي فيه، حتى لو هي قويه وكل حاجه، وطبعا ده لا يعني ما ينفعش مع الضغوطات دي كلها. حتى لو حصل فيه اي كبس هواء موجود عماء سدلي ده كله، انا اتخلص من ده كله ازاي؟ راعوا يا جماعه فرق الضغوط ما بين الجو وما بين الميه. لا ما ينفعش بالمنظر ده خالص، ولا ينفع ان زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ان الماسوره تحت بالمنظر دوت. لا دي عرضة انها تتكسر، وعرضة ان لو حصل فيها اي مشكلة ما اقدرش اصلحها او اعالجها. مع العلم ان من اهم الاشياء او نمبر 1 و 2 في زراعة السمك المكثف هو الري والصرف. هنا الصرف عندي فيه مشكلة كبيرة، والري كمان فين المحابس بتاعته زي ما اتكلمنا. انا دلوقتي لما اجي انزل ميه او اضخ ميه في حوض، هنا بالمنظر ده يبقى هضخ في الاحواض كلها، وده لا يجوز طبعا، ما ينفعش. افرض في حوض عندي فيه مشكله عايز اسد عنه الميه اللي داخله، اعمل ايه؟ حوض عايز اسد الصرف اللي فيه او اعالجه، اعمل فيه ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. كل اللي احنا شايفينه ده كده اهدار للثروه الموجوده عندي وفي التصميم كمان بتاعي. ايه المشكله لما الجا لمركز متخصص او لراجل متخصص في المجال ده يصمم لي؟ مهما هياخد مني من فلوس هيوفر لي حاجات كتير قوي انا ممكن اخسرها. انا اتوقع ان مزرعه زي كده هتكون خسرت كتير جدا في يعني لو كان هو راعى التصميم الصح وادى العيش لخباز زي ما بنقوله، لا كان وصل لنتائج اعلى بكتير من كده وتكلفة اقل بكتير من كده. برجاء دايما لما نيجي نعمل تصميم او مشروع نشوف مين اللي يقدر ينفذ لي ده على الورق صح، يكون عنده خلفية ممتازة في المجال ده، واديهوله مهما كان هياخد مني من تكلفة. اخد بالي كمان ان المفروض كل الاحواض دي بالحوض اللي احنا شفناه في بداية الفيديو اللي هو موجود فيه، المفروض ان هيبقى ده المية اللي طالعة من النبيل بتتخزن فيه. كل الحاجات دي كلها بما فيهم حتى كمان المفرط اللي كان في البداية بتاعت الفيديو، ان كل ده يكون داخل الجرين هاوس، ما يبقاش متقسم بالمنظر ده، جو اجزاء بره الجرين هاوس او اجزاء جوه. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده كله. اخد بالي من النقط دي. وبرضو يعني انا دايما بلاحظ ان في اخواتنا في الدول بره في الخليج او في غيره بيعتمد على ان هو يسالني ويسال غيري بعض الملاحظات ويدونها، وبعدين هو يروح بنفسه يصمم الحاجه ديت او يديها لحد تاني برضو عنده من دولته، هو ما عندوش خلفيه عن الاستزراع السمكي باصوله بفنياته بقواعده، فيصمم ويبقى التصميم لا سوري يعني هيبقى مش ناجح. طبعا مش عايز اقول الكلمه التانية لكن مش ناجح، فبالتالي يحصل مشكله كبيره. يا ريت تراعوا النقطه دي كويس جدا فيها، وتدي العيش لخبازه زي ما احنا بنقول كده في مصر. وما اعتقدش ان اي حد متخصص في المجال دوت مهما خد منك من فلوس ان بالتأكيد هتوفر حاجات كتير جدا وتتلافى عيوب كتير جدا بما فيها تضمن نجاح مشروعك. كنت معكم وجيه خوجة من قناة وجيه خوجة. ناخد بالنا من النقط دي، واللي عجبه الفيديو وحس انه استفاد منه ياريت يعمل لايك للفيديو ويشترك معنا في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله دايما اول باول اي معلومة بننزلها. هيستفيد اكيد. وياريت تشارك الفيديو لو عجبك علشان اصدقائنا في كل مكان يشوفوا على الطبيعة ايه الحاجات اللي ممكن تضرهم.
تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.